بص يا معلم، النهارده انا جايب لك فيديو تعمل الاف الشتلات عندك من الفلفل الاحمر في المنزل، ولا تحتاج تروح تجيب شتلة ولا بتاع. انت هتعمل الاف الشتلة عندك في المنزل بس، وبكل بقرن واحد بس، وبحقه زي عندك زي ده. بس اهم حاجة انك تخرمه من تحت بالشكل اللي انت شايفه ده، عشان بحس ايه يحتفظ بالماء. تمام. وعادي يعني تعرضوا لحتة شمس، ما تعرضوش عادي يعني كده كده يطلع. بس في الاول لازم انك تدفيه عشان تعمل رطوبة للارض بالشكل اللي انت شايفه ده. بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، كل اللي هنعمل انه شوية رملة، شوية رمل بالشكل اللي انت شايفينه ده، شوية تربة، وتبدأ تجيب انك القر بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. وهتبص بذور كتيرة جواه. اه، شايفين البذور؟ بذور كثيرة قوي بقرن واحد. بقرن واحد تقدر تعمل آلاف الشتلات. شوف عندك الشتلة قد إيه هنا، تقدر تعمل آلاف الشتلات منها. بالشكل اللي انت شايفينه. بس وتبدأ انك تجيب شوية رملة فوقيهم كده، بس ما تكترش، شوية تربة ما تكترش، علشان نمو التخدير يكون أسرع. حاول ما تكبسهمش. بس بالشكل اللي انت شايفه ده. وتبدأ انك تجيب شوية مية وترويهم بس، وتسيبهم بقى في حتة ما يكونش فيها ساقعة، يكون حتة فيها رطوبة علشان نمو التخدير يكون أسرع بالشكل اللي انت شايفه. وما تنساش تصلي على النبي.